ازيكم؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل السمبوسه بعجينه مختلفه وبحشوه حلوه جدا. هنعملها تطلع معاكي طريه وهشه وطعمها روعه جدا. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني انزلي تحت اعملي لايك واشتركي في القناه. تعالوا مع بعض هنشوف هنعملها ازاي. شايفين بجد يعني يا جماعه حشوه تحفه جدا طعمها روعه. عندي هنا بوله هنحط فيها كوبايتين من الدقيق، وبعد كده هنحط هنا ربع معلقه صغيره من الملح، وهنحط هنا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهنحط كوبايه من الميه، يعني حوالي 250 مللي من الميه. هتقلبي العجينه كده بتاعتك، هتعجنيها لحد ما العجينه تلم معاكي وتبقى ناعمه جدا. هتعجنيها كده كويس لحد ما العجينه تلم. بعد كده هنحط طبعا معلقتين كبار من الزيت كده، تمام. وهتلم العجينه بتاعتك، طبعا مش هنحط اي سوائل تاني خالص، هنلم العجينه لحد ما تلم معانا، يعني هتعجني فيها لمدة كده 5 دقايق كده، تمام. طبعا خلاص كده عجنت العجينة، طبعا العجينة طرية وحلوة جدا. بعد كده خلاص هنحطها، وبعد كده هنغطيها بالكيس علشان ايه، هنسيبها تخمر معانا شوية كده، تمام. هنسيبها تخمر معانا لمدة نص ساعة. وبعد ما خمرت معانا، شايفين الحجم بتاعها اتضاعف. هكون هنا مجهزة هنا الحشوة بتاعتنا، حشوة فراخ متعصجة مع بصلة وفلفل الوان، وطبعا حطينا لها التوابل بتاعتنا. بعد كده هنجيب هنا العجينة، هتلميها بالشكل ده، تطلعي منها الهواء، وهنحط هنا رشة من الدقيق، رشة تكون حلوة معاكي علشان ما تلزقش معاكي العجينة. بعد كده هتفردي العجينة بتاعتك، هنجيب هنا المردنة وهنفردها كده برشة دقيق من فوق ومن تحت. وبعد ما تفرديها بالشكل ده هتجيبي القطاعة او هتجيبي اي مج عندك هتقطعيها بالشكل ده، لو حابة تكبري الحجم زي ما انت حابة. بعد كده هنشيل العجينة الزيادة، هتطلعيها بالشكل ده كده، تمام. هتلميها طبعا وهتسيبيها لحد ما تخلصي الكمية. بعد كده تشتغلي عليها تكون ارتاحت معاكي عشان تعرفي تفرديها. بعد كده هنحط هنا الحشوة في النص بالشكل ده. طبعا الحشوة زي ما انت حابة تحشيها جبن، تحشيها لحمة مفرومة، الحشوة دي اختياري. وهنعمل هنا الخليط اللاصق. هنا عندي معلقة من دي ومعلقتين من المية، هتعجنيهم كده كويس. بعد كده هتدهني العجينة بتاعتك، ده الخليط اللاصق اللي بنلزق بيه سمبوسة علشان ايه ما تفكش معاكي، اهم خطوة دي. بعد كده هتقفليها بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هنجيب هنا الشوكة وهتشكليها بالطريقة دي. لو عندك القالب اللي بيشكل السمبوسة حلوة جدا، تعمليها بنفس الطريقة. هنحطها في صينية تكون فيها ايه رشة من الدقيق علشان ما تلزقش معاكي، اهم حاجة. هتعملي طبعا الكمية كلها بتاعتك بنفس الطريقة دي. شايفين تشكليها بطريقة سهلة وحلوة جدا وطريقة بسيطة كده، تمام. طبعا خلصت الكمية الاولانية، بعد كده فردت القطعة التانية وشكلتها بالطريقة دي. اهم حاجة زي ما اتفقنا تفرديها كده برشة من الدقيق كده كويس من تحت علشان ما تلزقش معاكي. وبعد كده هتشكليها، طبعا تحطي الحشوة وتحطي الخليط اللاصق وهتشكليها بالشوكة بالطريقة دي. هتحطيها في صينية تكون فيها رشة من الدقيق. بعد كده هنسخن هنا طاسة يكون فيها زيت يكون متوسط مش غزير قوي. وبعد كده اهم حاجه يسخن كويس، وهتنزلي بالعجينه بتاعتك. طبعا العجينه في الفتره دي بتبقى خمرت معاكي شويه، فبتديكي نتيجه حلوه جدا كده، تمام. طبعا ما تقلبيهاش كتير، هتسيبيها براحتها لحد ما تاخد لون من تحت، لون حلو. وبعد كده تقلبيها، ولو حابه تحطيها في صينيه في الفرن تحطيها في صينيه تكون مدهونه زيت، وهتحطي على الوش بتاعها بصفار بيضه وتدخليها الفرن تحمر معاكي وتستوي كده، تمام. طبعا بعد ما حمرت معايا من تحت هنقلبها، وبعد كده هتسيبيها لحد ما تحمر وتاخد لون جميل جدا معاكي، وبعد كده تطلعيها. مش عايزه اقول لكم بصراحه يعني يا جماعه العجينه دي حلوه جدا ومش شاربه خالص زيت، يعني ما شربتش كميه الزيت خالص. عجينه هشه وطريه وحلوه قوي، وكمان طعمها كان روعه كده، تمام. هتعملي طبعا الكميه كلها بتاعتك لحد ما تخلص عندك، وبعد كده تقدميها. شايفين الحشوه بتاعتها بجد يعني شكلها حلوه جدا معانا، والحشوه كمان طعمها حلو قوي كده، تمام. طبعا دي احلى سمبوسك ممكن تعمليها في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. يلا باي.